كان خسر امام منتخب افريقي. يتعلق الامر بالكوت ديفوار. باي اسلوب سيلعب سعيد شيبا؟ بأي طريقة سيناقش الدقائق الأولى سعيد شيبا؟ كيف ستكون الأمور على المستوى البدني بالنسبة للاعبين؟ لأنه هذا إشكال أصبح مطروحا لبعض الأسماء. هل كان المباراة الأولى لحسن حتى المباراة الأولى لم يسجل علينا أهداف، بينما هنا الكرة وصلت. حموني يحاول يدخل يرفع كرة، ممكن جول ممكن جول ممكن جول ممكن جول ممكن جول مرة جانبية. هذه أول فرصة للمنتخب المغربي. أنس علوي استلم الكرة ثم التفت ثم سدد، ولكن مرت هذه تبقى اختيارات بالنسبة لي سعيد. المنتخب المغربي أولا عليه أن يؤمن الانتصار ومن ثم حتى يستغل، بينما كرة في القائم الأول خطيرة وطابر غوزيل في أول تصدي. طابر غوزيل في فترات اندفاع الاندونيسيين سيندفع والمؤازرة الموجودة استمرار دقائق واندونيسيا يضغط. هنا الكرة العرضية في التغطية بعد ذلك معالي للناير لمن معالي على فكرة على الأطراف أيضا ناير وكذلك الحموني. هنا معالي يسدد عبد الحميد معالي، لكن هنا تلمس أحد المدافعين وتصميم الناير يرفع كرة ركنية. الركنية أنس علوي كان قريب جدا من الراسية خطيرة والجول دفعت عن الناير يجب استغلال قوة الجناحين أيمن الناير وكذلك الأول تلعب من عبد الحميد معالي في القائم الثاني وحارس المرمى المتراجع محمد أمين. كتيبة بعيدة تماما، يا كتيبة بعيدة تماما على بعد تقريبا خبات الآسيوي اللي في منطقته. هنا تسديدة في الكثير من المنتخبات متعودة على مثل هذه الأجواء. ولا زالت صعبة ولا زالت الرأسية. بعد ذلك الكرة تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى المباراة، لأنه حتى الآن هو الأفضل الناير والركنية. أيوب شيخون مرفوع الكرة. كوتون عندك يا كوتون لا تدعوا لهم المجال للتسديد، وهو كذلك وهو الشيء الذي يراوغ. ممتاز يا حموني سدد الكرة. رائع منك يا حموني. هذه فيها تسلل. هنا انطلاقا سيرة من الجهة اليمنى وبعد ذلك التسلل. نعم كان تسلل من البداية. والحموني التحضير لكتيبة مرة ارتكز بعد ذلك على شيخون والراسية، لكن مرة جانبية. الراسية ممتاز يا أيمن من يتقدم، أيمن يراوغ، أيمن يرفع كرة. هذه كرة جول، ولكن ينتظر ماذا؟ علوي ينتظر ماذا؟ ركلة جزاء للموناركية تعطي الإشارة. أنس علوي والهدف الأول. نعم والهدف المنتخب الوطني من علامة الجزاء. الناير في المساحة، الناير يتقدم لم يتحكم في الكرة، الكرة ممتازة فيها عرضية. بعد ذلك يا شيخون أن معالي وأما علي بعد ذلك 1-2. يا معالي رفع الكرة شيخون والهدف ثاني بذكريات الكان يا بودلال، بذكريات كاس افريقيا يا بودلال. اندونيسيا التسديده لكن طه. بعد ذلك ماذا يقول الحكم؟ لمسه اسيورا يقف خلف اسيورا وهدف اندونيسي سدد بطريقه مميزه. اسيورا يقلص الفارق المنتخب الاندونيسي، وهذه ستكون مغامرة كبيرة. بينما هنا الصافرة تأتي ولدينا ضربة حرة لتنفيذ معالي يسدد. لم تذهب بعيدا. الثانية تغطية ممتاز وانطلاقة من الجهة اليمنى وفيها ركنية. بعد ذلك بختي ترفع ديال الكرة الراسية ممكن ومقوصة المرمى. معالي مرة أخرى يرفع ديال الكرة وحارس المرمى من جديد جيفاري الحموني. ممتاز التمركز. العرضية من الحموني، العرضية تنفيذ الركنية مرفوع الكرة على القائم الثاني ولا زالت الفرصة موجودة. كرة جول جدا. هنا كرة وانطلاقة محاولة فيها صافرة. هذه إذا زيدان فات المطاف
إذا ليس هناك ركلة جزاء. قرار سليم، قرار دائما خطيرة مرة أخرى لعبد الحميد عيد بودلال. تسديدة مرات جانبا كانت خطيرة يفيدت منتخب اندونيسيا. تسديد على الطرف الأيمن في أرضية والثالث غير معقول. علي وحموني داخل منطقة الجزاء، فرصة هدف هدف ثالث لفائدة المنتخب الوطني المغربي. ثنائية مرتد هجومي ممتاز للعناصر الوطنية. عبد الحميد معالي يمرر الطريقة الصحيح المنتخب المغربي نحو حموني يلعب لي معالي، والكرة بعد ذلك تتحول إلى الركنية. الكرة في القائمة الثانية الراسية، ممكن تماس كرة مرفوعة من الزواني، جيفاري يتدخل، حموني يتقدم، حموني يمرر، ممكن الرابع. يا شيخون مرفوعة هذه الكرة الراسية وذهبت بعد ذلك بعيدا. نشوف السرعة، سبرينت هنا من الحموني، حاول يدخل ولكن في النهاية المدافع بصعوبة. شيخون عزاوزي تقريبا من نفس الوضعية اللي سجل من خلال الحموني، لكن هموني في القائم الثاني الراسية رجعت من جديد فيها عرضية، ولكن هنا متابعة من طه بن روزي بعد أن فزنا على منتخب غينيا 3-0 في انتظار مباراة الإياب تنزانيا في دار السلام من أجل بداية. الحموني توغل، الحموني روغ، الحموني كاد يفعل الحموني، قدم يريد أن يستمتع بها. قدمت لنا مباراة كتلك الحموني دائما الخطورة تأتي من الجهة اليوم، يغطي بودلال يقدم الحناش، الحموني يتمركز، الحناش يسدد، كاد يكون هدف عالمي من جانب اللاعب الحموني والحناش يسدد. أناحي يثير الجدل في مارسيليا بعد موافقته على الالتحاق بالمنتخب المغربي بالرغم من معاناته من الإصابة، ولم يرق للكثير من مشجعي مارسيليا أن يستجيب عز الدين أناحي لاعب أولمبيك مارسيليا لطلب الناخب الوطني وليد الركراكي، ويلبي الدعوة التي وجهها له لحضور التجمع الذي سيقيمه المنتخب المغربي انطلاقاً من يوم الاثنين استعداداً لتصفيات كأس العالم المقبلة. وأثار استعداد أناحي لحضور تجمع الأسود جدلاً واسعاً وما يزال بين مكونات النادي الفرنسي، حيث يطالب الكثير منهم بأن يظل الدولي المغربي في مارسيليا إلى غاية شفائه والتخلص من إصابته بعد سقوطه في منزله، وفق ما أعلنه مدربه جينارو غاتوزو.